تخيل إن شركتك الصغيرة مش بس بتبيع منتج لكن بتبني نظام كامل يخلي الموردين فعلا حابين نجاحك لأنهم شركائك فيه، والبراند يبقى بيضيف فاليو حقيقية للمجتمع، والموردين بدل ما هم صداع لينا هيكونوا مصدر قوة. النهاردة هنحكي قصة شركة هندية اسمها فاب إنديا. شركة بدأت من شخص واحد في الستينات ودلوقتي بقت من أكبر براندات اللايف ستايل في الهند. بتبيع لبس ومنتجات بيت وأورجانيك فود ومنتجات عناية شخصية. المميز في الشركة دي واللي بيخلينا نتكلم عنها النهارده مش المنتجات اللي بتقدمها، ولكن الطريقة اللي اتبنى بيها البيزنس نفسه، لاننا ممكن نتعلم منها كتير قوي. كتير من الاس ام ايز بتعاني من مشاكل زي موردين بيغيروا رايهم، جودتهم مش حلوه، بتطلع وبتنزل، ضغط الاسعار بسبب المنافسه، والبراند ممكن ما يبقاش مميز او قوي قوي، ففي الاخر بيسبب ان احنا بننافس في السعر. فاب انديا بدات من نفس البدايه، كان عندها موردين متفرقين في القرى، مفيش سيستم ومفيش تمويل، ولكن الفرق في فاب انديا ان هي بدل ما تتعامل مع الموردين بس ان هم وسيله، حولتهم لجزء من المنظومه بتاعتها، وده اللي عمل فرق حقيقي في نمو الشركه واستدامتها. من خلال قصة نجاح الشركة دي هنعرف ازاي نبني ايكو سيستم من الموردين بدل سلاسل توريد تقليدية، وازاي نعمل ستاندرلايزيشن للجودة ونعمل توسعات من غير ما نضيع البراند. وكل نقطة من دول هنحولها لخطوات عملية تقدر تطبقها على مشروعك، سواء كنت في التجارة، في الصناعة، في المنتجات الغذائية أو في الاي تي. وزي ما احنا متعودين ان قبل ما بنتكلم عن اي قصة نجاح لازم نفهم البيئة اللي اتوجدت فيها الأول. فخلونا نرجع لسنة 1958. الهند كانت بلد مليانة مهارات وحرف تقليدية، ناس بتنسج، بتطبع القماش، بتطرز بإيديها. دي حرف ذات جودة عالية وعمرها مئات السنين. بس المشكلة ما كانتش المهارة، الناس دي كانت شاطرة جدا في اللي بتعمله بس معزولين عن الطلب الحقيقي. المنتجات بتتباع في أسواق محلية صغيرة أو من خلال سماسرة بياخدوا المنتجات منهم ويروحوا يبيعوها في الأسواق الكبيرة، ولكن أصحاب الحرف دول ما كانوش بياخدوا قيمة عادلة لمنتجاتهم. فمعنى كده إنك عندك قيمة عالية جدا في الإنتاج وضعف في الوصول للسوق، لحد لما جه راجل أمريكي اسمه جون بيزل. بس هو ما كانش رجل أعمال تقليدي. جون بيزل اتربى في بيئة تعليمية قوية، درس في مدارس النخبة وتعلم في جامعات مرموقة، ولكن كان عنده شغف قديم بالهند وبالحرف اليدوية، لأن والده كان بيخدم في الهند في الحرب العالمية التانية وكان دايما بيحكي له عنها، وده زرع فيه حب للثقافة الهندية قبل حتى ما يجي على أرضها. وبرضه كان اشتغل في تجارة التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن بدري وهو قادر يفهم ذوق المستهلك، شكل المنتج اللي ينفع يتباع، يعني ازاي تاخد الحرفة دي وتعمل لها باكجينج كده بحيث ان هي تكون مناسبة ومتقدرة من السوق. فجون لما شاف الحرف في الهند شافها بعين بتقدر الجمال والتراث وبتفهم في السوق والبيع. جون وصل الهند في مهمة تنموية صغيرة، وهو بيتحرك كده ما بين القرى وورش الحرفيين شاف اللي احنا قلنا عليه بوضوح: مهارات قوية جدا، قطيعة شبه كاملة ما بين المنتج والسوق الكبير، وسطاء ماسكين السلسلة من النص بياخدوا أكبر جزء من الهامش، والحرفي في النهاية بياخد فتافيت. ولأنه جاي من الولايات المتحدة الأمريكية فهو عارف إن المنتجات دي مطلوبة جدا بره. قال ليه ما يربطش الحرفيين دول بالسوق الخارجي؟ ودي الفكرة اللي ابتدت بيها فاب إنديا. وبدأوا في شقة صغيرة والنموذج كان بسيط، ابتدى يجمع منتجات الحرفيين ويعمل تعاقدات مع ريتيلز بره ويبيعها تحت براند فاب إنديا. والمشروع كبر وحقق إيرادات كتير جدا. بعدين الحكومة في الهند طلعت قرار خلت تشغيل البيزنس من البيوت ممنوع، فاضطر إن هو لازم يفتح متجر محلي. ودي كانت النواة إن فاب إنديا مش بس تبيع بره، كمان تبيع في الهند وتصبح أكبر براند لايف ستايل في الهند. الضغط ده اتحول لفرصة كبيرة جدا لفاب إنديا. ففاب إنديا ساعتها ركزت على الطبقة الوسطى اللي كانت ابتدت تتبلور في الهند. طيب دلوقتي احنا هنبدأ نفهم النظام التشغيلي الحالي بتاع فاب إنديا، بس في الأول عايزين نفهم ايه هي مراحل تطورها عقبال ما وصلت للصورة اللي عليها دلوقتي. لما فاب إنديا دخلت السوق الهندي بقى ابتدى يبقى عندها إحساس مباشر برغبات المستهلك الهندي، إن الناس مش بس كانت بتقصدها في هاندلوم وملابس، كمان كانوا عايزين منها منتجات بيت وديكورات لأنهم بيقدروا الجودة والطابع الأوثنتيك بتاعها. وده فتح سكة للبراند إنه يتوسع في منتجات تانية كتير
كتير، وده ما كانش تنقل عشوائي زي ما هنشوف فيما بعد، ولكن كان جزء من بناء هوية حياة متكاملة بتعكس نفس قيم فاب إنديا من الجودة والأصالة والاستدامة. طيب لحد بقى الألفينات فاب إنديا كانت بتشتغل بطريقتها التقليدية من سلاسل التوريد، يعني بتشوف شغل الحرفيين وتبدأ تشتري منهم مباشرة. لكن مع توسع شبكة الحرفيين اللي وصلت لحوالي 20 ألف حرفي في أكتر من 21 ولاية، وحصل زيادة كبيرة جدا في الطلب، بدأوا يواجهوا تحديات حقيقية. أولا، ودي حاجة معروفة جدا للي بيتعامل مع أصحاب حرف، صعوبة الحفاظ على ليفل معين من الجودة والتأخر في التسليمات. ولما الأوردرز عددها بيزيد جدا على الحرفي، ما بيقدرش يتحكم في الأحجام إن هي تكون نفس الحاجة، وممكن ما يقدرش يلبي الطلبات دي لأنه هو برضو عنده مشكلة في التمويل. ما هو الحرفيين دول مش شركات كبيرة، دول أفراد بيعملوا حاجات كده بإيديهم، فده كان عامل تحديد لطاقتهم الإنتاجية. لما ابتدت بقى فاب إنديا تتوسع والطلب على المنتجات بتاعتها يكبر، سلاسل الإمداد ما كانتش بتكبر بنفس السرعة ولا بنفس الجودة. ده طبعا بيخلي الجودة تتدهور، مفيش التزام بالمواعيد، فقدان ثقة العميل في البراند. عشان كده فاب إنديا قررت إنها تعيد هيكلة سلاسل التوريد. مشكلة النظام القديم بيعاني من إن الشركة بتدير آلاف الموردين بشكل مباشر، وطبعا لما تدير هذا العدد بيبقى التحكم في الجودة مكلف جدا، المشكلة بقى في المسافات والبيروقراطية. ففاب إنديا قررت إنها تعيد هيكلة سلاسل التوريد. يعني إيه بقى الكلام دوت؟ قسموا شبكة التوريد دي على وحدات تشغيل إقليمية، يعني كل مدينة كده بيتجمع فيها مجموعة الحرفيين بتوعها تحت شركة. فاب إنديا بتملك منها 49%، و26% على الأقل بيملكها الحرفيين دول، أما الباقي بيكون مستثمرين آخرين. وكل وحدة من دول مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة وتدريب على معايير معينة للجودة، ودي كان اسمها Community Owned Company. طبعا الشركات دي حلت مشكلة سلاسل التوريد عن فاب إنديا. طب ليه بقى فاب إنديا فكرت في الحل دوت؟ تعالوا كده نحط نفسنا مكان الشركة والموردين. الشركة عايزة أعلى جودة بأقل سعر، والمورد أو الحرفي عايز أعلى سعر بأقل مجهود، فهنا في تضارب في المصالح. ولكن لما الحرفي بقى عنده شير في الشركة، فأصبح هو ليه الحق إن هو ياخد جزء من الأرباح، فهو هيدي أقصى مجهود وأقصى جودة عنده عشان يعظم أرباح الشركة اللي هي في النهاية هتصب في جيبه. فالجودة والالتزام بالمواعيد أصبح من مصلحة الشركة ومصلحة المورد، ولا بقى في انسحاب ولا أنا مش هدي شغل النهاردة. بالعكس، الموردين ابتدوا يطوروا من نفسهم ويفكروا في المنتجات الجديدة اللي ممكن يعملوها وتكون مناسبة للسوق. وده طبعا قلل المسافة ما بين سلاسل الإمداد والستورز اللي هي موجودة في نفس المدينة، وبالتالي مش محتاجين نعمل مخازن في النص علشان نخزن فيها المنتجات قبل ما نوصلها للستورز، فده قلل التكلفة. كمان خلى فيه سرعة للرد على أذواق المدينة، بمعنى ان الحرفيين اللي موجودين في مدينة معينة بيبقوا فاهمين السوق بتاعها والناس بتحب ايه، فيعملوا لهم منتجات مناسبة ليهم، وده بيخليهم أقرب للعميل وأسرع في التعامل مع تقلبات وتغيرات السوق. وعشان فاب إنديا تعمل الشركات دي، عملت شركة فند كده اسمه ارتستن مايكرو فاينانس، ده عشان يقدم تمويل وقروض للحرفيين دول عشان يشتروا مواد خام ويطوروا من نفسهم ويكون عندهم قدرة إنتاجية أكبر. وده طبعا سرع التوسع وقلل خطورة إن الحرفيين ممكن يتوقفوا عن الإنتاج. فهنا فاب إنديا عملت اوبريتنج موديل جديد، فهي عملت هياكل تشغيل إقليمية وأعادت تصميم الحوافز عن طريق الملكية، ودمجت التمويل في قلب السلسلة دي عشان يستثمر في الحرفيين. النظام ده اسمه ايكو سيستم اوبريتنج موديل. وعلى فكرة شركة هاير الصينية اللي احنا كنا بنتكلم عنها من الحلقة الأولى عملت نفس النظام ده في مراحل متقدمة هنتكلم عنها في الحلقات الجاية لما نرجع نستكمل الكلام عن هاير. طب هل اللي فاب إنديا عملته ده ممكن في الشرق الأوسط؟ ممكن جدا. فاب إنديا ما وصلتش للأوبريتنج موديل ده مرة واحدة، ده بدأت الأول إن هي تختبر الطلب، بعدين بنت براند محلي، وبعدين ابتدت توسع الفئات، وبعدها لما لقت مشاكل إعادة تصميم وهيكلة السلسلة كلها. تيجي بقى هنا مشكلة، احنا كبرنا الإمداد فلازم الطلب يكبر بنفس الوتيرة. في أوائل ومنتصف الألفينات المنافسة في الريتيل زادت جدا، والبراندات العالمية ابتدت تدخل
يدخل الهند، والمستهلك بقى عنده بدايل أكتر بكتير. ابتدى يظهر الشراء أونلاين، ففاب إنديا كانت محتاجة نظام يوسع الطلب. طب إيه هو بقى النظام دوت؟ قبل ما نقول النظام عشان نفهمه كويس قوي لازم نفهم هي فاب إنديا أصلا كانت شغالة إزاي. طبعا المخزون كان موجود في كل فرع لوحده. تجربة العميل كانت بتتوقف عند باب الفرع، العميل بيخش الفرع يشتري اللي هو عايزه والتجربة تتوقف لحد كده. ولكن بقى لما دخل الإنترنت الناس مش بتشتري من قناة واحدة، ولكن بيستخدموا أكبر من قناة قبل ووقت ما هم بيشتروا. الدراسات بتقول إن حوالي 73% من العملاء بيستخدموا أكتر من قناة في مرحلة شراء المنتج. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني هم عايزين يشوفوا المنتج موجود أونلاين وينزلوا يلمسوه في المحل ويشتروه من هناك، وبعدين يرجعوا اللي هم اشتروه من التليفون ويستلموا البديل من أقرب فرع. لو كل بقى القنوات دي الأونلاين والتليفون والستور مش مربوطة ببعضها هيحصل إيه بقى؟ هتلاقي مخزون ينفذ في فرع مع إنه متراكم في فرع تاني. هتلاقي عميل يشوف المنتج أونلاين ويجي ينزل في الفرع ما يلاقيهوش، وده بسبب تجربة شراء صعبة جدا وقد يؤدي إلى فقدان الثقة. عشان كده فاب إنديا طبقت نظام معروف جدا في الماركتينج اسمه أومني تشانل، فهي ربطت كل القنوات دي بأنظمة ERP وفيها تحديث لحظي بالمنتجات اللي موجودة في المخازن. فلو مخزن فضي من منتج معين باين على الويب سايت إن المنتج ده مش موجود في الفرع ده. وفي نفس الوقت فاب إنديا بتقدر إنها تودي المنتجات الزيادة من فرع آخر للمخزن اللي فضي. كمان فاب إنديا بتستخدم الستورز بتاعتها إنها مخازن ممكن تعمل منها شيبينج للبيت، وده بيؤدي إلى تكلفة شحن أقل. بدل ما يكون في مخازن مركزية، لا دلوقتي أصبحت المخازن متفرقة وبيربطها سيستم عشان يعرف إيه اللي موجود فيها بشكل لحظي. ولكن إحنا أحيانا ما بنشوفش الموضوع ده عند الاس ام ايز. بنلاقي مثلا صفحة الانستجرام مختلفة عن الموقع، المخزن مش مرتبط بالمبيعات، تيجي تطلب من الموقع تلاقي بيقولك إن المنتج موجود مع إنه في الحقيقة مش موجود، وطبعا مشاكل الدليفري وهكذا. طيب تعالوا بقى نتكلم عن توسع فاب إنديا لمنتجات أخرى. بعد ما فاب إنديا كانت براند قوي في الملابس والمنتجات الحرفية، ولكن ما حبتش إن هي تفضل محبوسة في فئة معينة، وبنت على البراند بتاعتها من الجودة وحرفي وطبيعي وأسلوب حياة. ابتدت تتوسع إلى منتجات أخرى. بس في حاجة هنا مهمة، فاب إنديا ما توسعتش بشكل عشوائي، ولكن كل خطوة توسعية كانت بتقوم بيها كانت مناسبة وألايند جدا للبراند. إن إحنا بنبيع أسلوب حياة، من الملابس للأساس للأورجانيك فود لمنتجات العناية الشخصية. كل ده كان نفس الدي ان اي، حاجات أورجانيك فيها حرفة ذات جودة عالية بتخلي الواحد يعيش أسلوب حياة بسيط. وده مهم جدا إننا لما نيجي نتوسع أو نضيف revenue streams أو مصادر ربح سواء كان في منتجات أو دول، لازم يكون هذا التوسع يخدم البراند ويحافظ عليه ما يأذيهوش. طيب المنتجات اللي بتعملها فاب إنديا عادي شركات تانية تدخل تنافسها. فاب إنديا فعلا حست بالخطر ده، وعشان كده قررت تميز نفسها. هي مش بس هتبيع لك منتج، هي هتبيع لك قصة وتجربة. فخلت المتاجر تديك experience حقيقية بالتراث. من أول ما تدخل الديكور والإضاءة والعرض وحتى الموسيقى بتكسر الإحساس التقليدي بتاع المحلات العادية، وبتحسسك كأنك داخل مغامرة في تراث وثقافة الهند. والمنتجات عندهم اتربطت بقصة، كل منتج بتعرف تصنع فين ومين الصانع وازاي يتعمل والتصميم بتاعه مرتبط بأنهي ثقافة وهكذا. فالمنتج اتربط بحكاية إنسانية، وأصبح بدل العلاقة ما بيني وما بين المنتج ترانزاكشن بقت كونكشن، ارتباط. كمان بينزلوا منتجات خاصة وأجواء في المحل للمواسم والأعياد والاحتفالات المحلية عشان يخلقوا إحساس بالقيمة والانتماء، وده بيخلق سبب إضافي إن أنا أشتري من المحل دوت. وده درس مهم جدا لأي بزنس، إنه قيمة المنتج أو الخدمة مش بس الوظيفة اللي بتقدمها ولكن المعنى والتجربة. فمهم إن المنتج يخلي العميل يحس بإحساس مختلف ويكون ليه قصة ويربطوا بيها، وده بيحقق ولاء أكتر واستعداد لدفع سعر أعلى، والتجربة نفسها بتبقى مميزة جدا فبتجذب العميل إن هو يدخل الستور ويشتري. وإحنا في الشرق الأوسط عندنا تقويم ثقافي غني جدا في رمضان والأعياد ومواسم الصيف والعودة للمدارس، ودي بتبقى فرصة قوية جدا للبراند إن هي تحكي قصص مختلفة وتقدم منتجات وخدمات مختلفة في الوقت ده. كمان إنهم يحولوا الفرع في الأيام دي إلى تجربة، العميل يبقى حابب إن هو
هو يدخل عندهم الستور في الموسم ده. فتعالوا بقى نعمل كده سريعا بلاي بوك من فاب انديا. اولا لو لقيت مشكله كده موجوده عندي في سلاسل الامداد، فلازم اقعد احدد الطلبات اللي بتجيلي بتيجي امتى وعددها قد ايه، توصل للمورد في خلال قد ايه، وهل الموردين دول عندهم مشاكل في التمويل ولا لا. ونرسم خريطه للايكو سيستم نبين فيها فين الموردين، فين اللوجستيات، فين التمويل، ونبدا نحدد المشاكل فين بالظبط علشان نعرف ازاي نحلها او نجد طرق بديله. كمان لو احنا عندنا اي مشكله سلوكيه سواء كان للموردين او للموظفين او اي طرف احنا بنتعامل معاه، لازم نحدد الحوافز المشتركه. بمعنى انا لازم اكون على وعي باهتمام وسيكولوجيه الشخص الاخر، واحط نظام حوافز يخلي الشخص الاخر يكسب لما البراند بتاعتي تكسب، فبالتالي هو هيبقى حابب يساعدني وعايزني اكسب. فالعلاقه دايما بتمشي زي ما احنا عارفين وين وين وليست وين لوز او وين ستيل. كمان مهم جدا ان احنا نخلي قنوات التواصل مع العميل كلها تكون مرتبطه ببعض وبتغذي بعض بالمعلومات، عشان العميل ما يتفاجئش بعدم وجود منتج، ولا احنا مره واحده نتفاجئ ان منتج معين مش موجود في مخزن ولكنه موجود بكثره في مخزن تاني، او منتج معروض في الستور ولكن مش موجود على الويب سايت. كمان لما نيجي نتوسع، التوسع ما يكونش عشوائي بحيث ان هو يخبط في البراند. بنحط البراند كده وهو بيعبر عن ايه، ونشوف التوسع اللي احنا هنعمله ده هل ماشي في نفس الخط لفهم البراند ولا لا. كمان لما نيجي نعمل اي تغيير سواء كان في السيستم او في السوق، لازم التغيير ده ما يكونش مفاجئ وسريع، نعمله على بايلوت بروجكتس على نطاق صغير كده نجرب فيه، نشوف نجح نبدأ نتوسع اكتر وهكذا. في الاخر اللي كان بيميز فاب انديا هو انها شافت اصحاب الحرف ذو قيمة وممكن تحويلهم لثروة يكسب منها الجميع، وليسوا اشخاص نشفق عليهم، فهم كانوا شركاء في رحلة فاب انديا. في الآخر أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأشوفكم على خير. باي.